عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات حزب التحالف الوطني المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف يبرز أهم مبادئ الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي أصدرته الأمم المتحدة. ما بين هذه المبادئ: التراث المشترك للإنسانية، التنوع الثقافي كعامل محرك للتنمية، التنوع الثقافي كمصدر الإبداع، حقوق الإنسان كضمان للتنوع الثقافي، السياسات الثقافية تحفز على الإبداع. تأتي هذه المبادئ تأكيدا على أهمية التنوع الثقافي في تعزيز التنمية المستدامة والإبداع وضمان حقوق الإنسان. أهم الفئات المستهدفة من حياة كريمة: كبار السن، ذوي الهمم، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال. أهداف مبادرة حياة كريمة: التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، إشعار المجتمع المحلي بالفرق الإيجابي على مستوى معيشتهم، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعددة الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطهير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسرة المستهدفة، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، إحياء قيم المسؤولية والمشاركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها، الاستثمار في تنمية الإنسان المصري. أهم مبادئ إعلان الإعلامي بشأن التنوع الثقافي الذي أصدرته الأمم المتحدة: تراث مشترك للإنسانية، عامل محرك للتنمية، من مصادر الإبداع، حقوق الإنسان هي ضمان للتنوع الثقافي، السياسات الثقافية تحفز على الإبداع. الوطن: منذ أن أزاح الشعب المصري جماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو، اعتمدت جماعة الإخوان الإرهابية سلاحا خطيرا لمحاولة زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة، حيث دشنت حربا إعلاميا تركز على الشائعات المتكررة لبث أكاذيب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وزعزعة الثقة بين الشعب والدولة. النائب محمد خالد القاضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لبرلمان الشباب العربي والأوروبي. لقاء قيادي رفيع بين حزب التحالف الوطني المصري ولجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في إطار السعي الدائم نحو بناء وطن خالي من الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية. التقى اليوم النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري بالدكتور مجدي سالم رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري بالحزب، وناقش الاجتماع أهمية العمل المشترك بين مختلف اللجان والأجهزة في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة وضع سياسة صارمة وآليات فعالة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، انطلاقا من إيمان الحزب العميق بأن النزاهة والشفافية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مجتمع قوي وعادل. كما أكد القاضي خلال اللقاء على أهمية توحيد الجهود الوطنية في كشف ومكافحة كل أشكال الفساد، مشددا على التزام الحزب بدعم كافة المؤسسات الوطنية التي تعمل نحو تحقيق النزاهة وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة. ومن جانبه أشار الدكتور مجدي سالم إلى ضرورة العمل على تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الفساد وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها حزب التحالف الوطني المصري بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بيان رسمي: نحن في حزب التحالف الوطني المصري نعلن بكل فخر عن إطلاق قناة ال NYB TV، القناة التابعة للحزب التي تأتي بفكر جديد ورؤية إعلامية مبتكرة تعكس مبادئنا وقيمنا، وستصبح ال NYB TV المنصة الرسمية التي تربطنا بكم وتتيح لنا إيصال صوتكم وأفكاركم وتطلعاتكم. من خلال القناة سنقدم مجموعة من البرامج الحوارية، التقارير الميدانية والنقاشات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار. تسعى القناة إلى توفير فضاء مفتوح للجميع للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا التي تهمهم. ليست مجرد قناة، بل هي نافذتكم على المستقبل وفرص للإشراك. ال NYB TV
الجميع في بناء مصر الجديد وتعزيز التواصل الفعال بين المواطنين وصناع القرار. منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تستهدف المنتديات إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين في المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول. وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر أن يكون العضو أسيرا من مجموعة عمل واحد بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية في اختيار الموضوعات دون قيود. منتدى العمل التطوعي والخدمي، وهو منتدى يهتم بالمبادرات التي تقدم خدمات خيرية وتنموية من خلال التواصل والتشبيك مع الجهات المعنية الحكومية كانت أم أهلية. المنتدى الاقتصادي، ويستهدف دراسة التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية والشراكات الدولية والتكامل الاقتصادي إقليميا وعالميا، وكل ما من شأنه رفع كفاءة وقدرات المواطن على تحسين معيشته بالإضافة إلى السياسات المالية والضريبية. منتدى تكنولوجيا المعلومات، ويستهدف المنتدى كل ما له علاقة بتكنولوجيا المعلومات والتطور الرقمي والعالم والسيبراني ونظم المعلومات والسوشيال ميديا وأثر ذلك على المجتمع. المنتدى الدولي، وهو المعنى بالتواصل الدولي وتناول الأحداث العالمية والمناسبات وتصور أو تحليل الموقف المصري من القضايا الدولية والإقليمية والعربية، بما يحفظ الأمن القومي والمصري ويحفظ مصالحه. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.